أطلقوا عليها لقب ملكة البيتكوين. Police! Who you are? You have the phone? Do you speak English? Okay. Take a deep breath. My name's Stacey Woods. Yes, Isabel Gross. We're from Met Police. Okay. We believe you're Zimin Kian. Okay. You're under arrest. You're gonna be arrested for money laundering, Section 329. تخيلوا معي وحدة استطاعت انها تخدع اكثر من 128 الف شخص حول العالم واستولت على مليارات الدولارات. اسمها اليوم صار اسطورة بالاحتيال وذكائها خطير. قصتنا اليوم عن وحدة اسمها تشي من تشيان، اذكى ست بالصين كلها، واللي عملته دوخ العالم كله. وب 11/11/2025 بينكشف كل شي كان مخفي. خليك معي للنهاية ولا تنسى تعمل لايك للفيديو وتتابعني. معكم محمود ويلا نبلش. القصة بلشت سنة 2014 بمدينة تيناغين الصينية. تشي من فتحت شركة تكنولوجيا، بس الحقيقة كانت مختلفة. الشركة كانت شركة نصب متقنة، وعدت الناس بعوائد خرافية توصل ل 300% من استثماراتهم، وحكت لهم انهم عم يستثمروا بالعملات الرقمية. الناس صدقوها بسهولة، واغلبية ضحاياها كانوا كبار السن يلي تعبانين لحتى يصمدوا هدول المصاري. ومو بس كبار السن، حتى رجال اعمال، موظفين بنوك، حتى بعض القضاة، وكلهم وقعوا بنفس شبكة بسموها مخطط بونزي، وهو سلسلة احتيال بتتغذى على أموال المستثمرين الجدد. وكانت ذكية كتير. خطتها كانت إنه تاخد مصاري المستثمرين الجدد وكانت تستخدمها لتدفع أرباح المستثمرين القدامى وتعطيهم إحساس بالاستثمار الحقيقي، وإنه الاستثمار معها عم يكسبهم وبتخليهم يوثقوا فيها أكتر. وخلال فترة قصيرة تشي من جمع 43 مليار ين صيني تقريبا، يعني حوالي 6.7 مليار دولار. وبالوقت نفسه كانت تحول 90% من هدول المصاري لبيتكوين لتخبيها وتغطي على سرقتها وتشتغل بال10% البقيانة. بس مثل أي خطة كبيرة دائما في لحظة بتغير كل شيء. بسنة 2017 الحكومة الصينية أصدرت قانون بيحظر تداول العملات المشفرة، وسعر البيتكوين صار متقلب. شركتها انهارت وعم تدفع للناس أقل وأقل، وهون بدأوا الناس يشوفوا الحقيقة أنه تم النصب عليهم. فأنت هلأ بتكون عم تقول لحالك طيب وين المشكلة؟ ما هي الشركة خسرت وسكرت. بس المفاجأة إنه تشيمن ما كانت ناوية تخسر، بالعكس هي شافت فرصة ذهبية. السعر صار حوالي 20,000 دولار للبيتكوين في ديسمبر 2017. يعني تخيلوا لما هي اشترت البيتكوين بالشهر الأول 2017 كان لسه ب1000 دولار. يعني كل المليارات اللي جمعتها من النصب صار قيمتها أعلى ب20 مرة، وهذا الشيء بسنة واحدة بس. وبعد ما لفتت انتباه الشرطة الصينية وفعلا هربت من الصين باسم مزور وسمت حالها يادي تشانج، وانتقلت على لندن وبدأت تعيش حياة الملوك. اشترت عقارات بلندن ودبي ومجوهرات من سويسرا، وكل هالشي لتغطي على مصدر الفلوس يلي سرقتها. وكانت ذكية لدرجة انه بتحول البيتكوين لكاش على طول، يعني يصعب تتبعها. بس ما في جريمة كاملة عزيزي المتابع. سنة 2018 عملت أكبر غلطة بحياتها، حاولت تشتري قصور باهظة بلندن، والشرطة لاحظت هالشي. صار واضح جدا لأنه هي القصور ما حدا بيستطيع يشتريها إلا اللي معهم كتير أموال ومصرح عنها. وبتاريخ 21 أكتوبر 2018 الشرطة اقتحمت فيلتها ولقوا 61 ألف بيتكوين، بس ما قبضوا عليها. قيمتهم تقريبا 7.5 مليار دولار. تخيل الرقم. وبعد هي الصدمة تشيمن حسنت انه تهرب بسهولة، والشرطة ظلت عم تطاردها 6 سنين كاملين، واخيرا تم القبض عليها في سبتمبر 2025. Name, if that is all right. So what's your first name, please? Yadi Zhang. Can you spell that at all for me? والحكم النهائي كان ب 11/11/2025 وحكموا عليها بالسجن ل 11 سنة. هي القصة مو بس عن نصب، هي عن طمع الناس وذكاء نصابة وكيف الطمع ممكن يدوخ ملايين. وطبعا أغلبية اللي وعدتهم إنه يصيروا أغنياء فاتوا على المشافي وصار حالات جلطة واكتئاب لأنه في ناس حطت كل شي معها. وهي كانت قصتنا اليوم. اكتب لي بالتعليقات
شو رأيك بالقصة؟ وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لأنه الجاي أغرب وأخطر من هي القصة. كان معكم محمود وسلام.